السلام عليكم. في رمضان الصيام المتقطع طبيعي يساعد على حرق الدهون، لكن الإفطار الصحيح هو المفتاح. اليوم وجبة إفطار واحدة قوية، تكرر أو تنوع ل7 أيام، تعزز الشبع، تثبت السكر، وتسرع الأيض. فلنبدأ. الوصفة الأساسية: المكونات لشخص واحد من 400 إلى 500 سعرة: 3 تمرات صغيرة زائد كوب ماء كبير، كوب شوربة، خضار خفيفة، عدس أحمر أو خضار بدون زيت كثير، من 150 إلى 200 غرام زبادي قليل الدسم بروتين، من 100 إلى 150 غرام دجاج سمك مشوي أو بيضتان مسلوقتان، سلطة خضراء كبيرة، خس، خيار، طماطم، جرجير، زائد ملعقة صغيرة زيت زيتون وليمون اختياري، ملعقة شيا أو شوفان في الزبادي. الترتيب: كسر الصيام: 3 تمرات زائد ماء شوربة خفيفة ببطء، زبادي زائد بروتين زائد سلطة كبيرة قليل، زيت زيتون أو لوز. لماذا تحرق الدهون؟ تمر زائد ماء، طاقة سريعة دون ارتفاع سكر حاد، شوربة زائد ألياف، تملأ المعدة بقليل سعرات بروتين عالي، يحافظ على العضلات ويزيد الحرق، دهون صحية زائد خضار، تحسن الإنسولين وتقلل الالتهابات، تنويع سريع ل7 أيام: يوم واحد إلى 2، دجاج مشوي يوم 3، سمك مشوي يوم 4، بيض مسلوق زائد، شوفان يوم 5، عدس زائد حمص يوم 6، تونة زائد جرجير يوم 7، بياض بيض زائد خضار كثير. طبقوها يوميا مع 2 إلى 3 لتر ماء بين الإفطار والسحور. تجنب الحلويات الثقيلة، مشي خفيف. بعد التراويح ستشعرون بشبع أطول، طاقة أعلى، وخصر أنحف خلال أسبوع. رمضان فرصة ذهبية، استغلوها بحكمة. لايك إذا عجبتكم، اشتركوا وفعلوا الجرس، اكتبوا هل جربتموها؟ كيف كان شعوركم بالشبع؟ تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.